منديل الخروف يا بنات، طبعا كتير مننا بيحبه مش بيبقى عارف بيتعمل ازاي. بصوا ده المنديل بتاع الخروف اللي بيتعمل منه الطرب. تمام، انا بالنسبه لي دي احلى حاجه، يعني احلى حاجه في الخروف. اهم حاجه السلاح اللي معاكم يكون حامي. بصوا يعني دي كانت السكينه مش حاميه قوي، فبدات اعمله بالساطور. هتبداي بقى تفرديها على الرخامه كويس، ما ينفعش يتشال كده. تبداي تفرديها على الرخامه، وبظهر الساطور تبداي الحتت التخينه بظهر الساطور تدبي عليها عشان يتفرد معاكي زي ما انت ما شايفاها كده. انت طبعا على حسب السمك اللي انت، على حسب يعني القطعه اللي انت عايزاها كبيره عايزاها ميني، اعملي على حسب ما تحبي. احنا بنقطعه زي المحشي كده بالظبط، كانه محشي كرنب. بس اهم حاجه الحتت التخينه. بصوا يا بنات، زي ما انا ما بعمل كده تدبوا كده، تدبوا جامد عشان يعني يبقى كويس معاكم. انا مش عايزاه كبير فقطعته قطع صغيره. هو ما ينفعش يتشال ابدا، يتفرز في الفريزر زي ما هو. لازم تحطي بين كل طبقه وطبقه كيس وتفرزيه بالطريقه دي، لانك انت لو طلعتيه من الفريزر كامل كده هيتقطع. يا رب الفيديو يكون عجبكم.